بسم الله الرحمن الرحيم. ما هي جرائم عقوق الوالدين؟ أو ما هو الجزاء المترتب قانونا على عقوق الوالدين؟ وهل نظم القانون مسألة عقوق الوالدين في نصوصه العقابية أم ترك ذلك ولم ينظمه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالإضافة إلى الجوانب الشرعية والأخلاقية لمسألة عقوق الوالدين، فإن هنالك نصوصا عقابية وردت في القوانين العراقية تتضمن هذه المسألة. ومع العلم أن موضوع عقوق الوالدين ليس مجموعا أو مرتبا في القوانين العراقية بشكل مستقل وبشكل مفرد بحيث يسهل الرجوع إليه، فإن هنالك الكثير من النصوص في القوانين العراقية يستفاد منها إيقاع جزاء أو إيقاع ترتيبات أو ترتيب بعض الأمور والواجبات على الأولاد والأبناء تجاه والديهم. فمثلا المادة 61 من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 59 المعدل نصت على أنه يقع على عاتق الابن الإنفاق على أبويه الكبيرين العاجزين إذا كان موسرا وكان مقتدرا، ويجب عليه الإنفاق عليهما بما يقوم بإدارة شؤونهما وترتيب أمور حياتهما ما دام الوالدان فقيران وما دام هو موسرا، إلا إذا كان الأب موسرا واختار العجز واختار البطالة واختار عدم العمل. إذن بشكل عام المادة 61 من قانون الأحوال الشخصية العراقي توجب على الولد نفقة أبويه. أما المادة الثالثة المادة 71 بعد 300 من قانون العقوبات العراقي فنصت على عقوبة الحبس على الشخص الذي يخل بواجبه تجاه الأشخاص العاجزين وغير القادرين والضعفاء الذين يكونون تحت رعايته وتحت عنايته شرعا وقانونا. وبالطبع هذا النص يشمل الأبوين العاجزين من كبار السن ومن الذين لا يستطيعون إدارة شؤونهم، فيتوجب على الولد، وهو هنا الشخص المعني بالنص القانوني، يتوجب عليه أن يقوم بالعناية بهما ويساءل ويعاقب إذا تركهما ولم يقم بواجباتهما. أما المادة 384 من قانون العقوبات العراقي فقد نصت على العقوبة بالحبس لمدة سنة لمن امتنع عن إداء النفقة الواجبة عليه لعدة أشخاص ومن ضمنهم أبويه. فالنفقة المقررة للأبوين بموجب نص قانوني إذا امتنع الابن عن إدائها فإنه يعاقب بالحبس مدة سنة، ويعاقب بالحبس مدة سنتين في حالة العود والتكرار. ويشترط أن تحرك الجريمة أو أن لا تحرك الجريمة إلا بناء على شكوى من المشتكي، وتوقف إجراءاتها بتنازله، وكذلك عند الحكم عليه وتنازل الأبوين المشتكين فإنه يوقف تنفيذ العقوبة بحقه. والشطر الثاني من المادة نفسها أي المادة 384 من قانون العقوبات عاقبت بالحبس كل من يسيء لأبويه أو يهينهما بالصياح أو التبرؤ أو الإنكار أو التصرف غير اللائق
أو أي إجراء يحط من مكانتهما ويسيء إليهما. وهذه الدعوة كسابقتها لا تحرك إلا بموجب شكوى المشتكي وتنقضي بتنازله، سواء كان ذلك في مرحلة التحقيق أو حتى بعد صدور الحكم. إذن من هذه النصوص الثلاثة نرى أن المشرع العراقي قد ضمن للأبوين النفقة على أولادهما، وضمن لهما المراعاة والاعتناء بسبب كبر سنهما، وكذلك ضمن لهما الاحترام والتقدير وعدم الإساءة. هذه أغلب النصوص أو أهم النصوص الواردة في التشريع العراقي التي تعاقب على عقوق الوالدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.